بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة برنامج الكورة مع العشري. للأسف 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 خسارة نادي الزمالك من نادي المصري، من نادي المصري. مع احترامي النادي المصري بجمهوره بلعبته اللي كانوا رجالة وقدروا يكسبوا نادي الزمالك، ويعتبر المباراة دي ملعبهم وعلى أرضهم في برج العرب. ولكن أنت فين يا زمالك؟ يعني رسالة لمجلس إدارة نادي الزمالك، يا كابتن حسين لبيب، يا كابتن أحمد سليمان، يا كابتن حسين السيد، يا عالم، يا اللي مسؤول عن الكرة في الزمالك. هو فين الزمالك؟ احنا كسبنا 5 ماتشات ورا بعض بمعتب الجمال وسقفنا له، بس في ال5 ماتشات اللي احنا بنسقف قلنا معتمد جمال ما ينفعش يبقى يكمل. قلنا معتمد جمال الزمالك لازم يكون في مدير فني اجنبي. مع كل ماتش بنكسبه وبنسقف لمعتمد بنقول عايزين مدرب اجنبي. صوتنا راح واتنبح، قلنا عايزين مدرب اجنبي. معتمد ما يعرفش يدير فرقه كامله. مش معاه لعيبه، بس مش ده وضع. هتقول لي احنا كسبنا 5 ماتشات، انت كسبت بيراميدز بدوافع كتيره. اول مباراه معتمد لعيبه عايزه تكسب عشان مباراه توصلك لنهائي، جمهور ما سكتش طول ال 90 دقيقه والاكسترا تايم وضربات الجزاء، فانت كسبت بيراميدز بكده. لكن تعالى لي دوري ابطال، دوري مجموعات في الكونفدراليه، انت معاك مجموعه تعبانه، انت المفروض تطلع الاول بالعلامه الكامله. المفروض في المجموعه تطلع الاول بالعلامه الكامله. انت مش معاك فرقه اصلا. انت لو معاك، انت اي فرقه بتلعب في الدرجه الثانيه اقوى من اي فرقه معاك في المجموعات بتاعه الكونفدراليه. اول مواجهه ليك مع فيوتشر كسبتها 2-0 في الشوط الاول، وبعد كده بلح. النهارده بتلعب المصري طول الماتش بلح. انت ضاغط ماسك كوره، لكن ما بتعملش اي نيله في الملعب. فهمني، انت شيكابالا معدول ليه من اول ماتش؟ منزله اخر 10 دقايق يعمل ايه؟ تبديلاتك العك دي ليه؟ عمر جابر اتصاب معروفه، يا اما اجيب نيمار العبه مكان عمر جابر وانزل شيكابالا يحرك لي الدنيا المقفوله والنتيجه خسرانين 1-0. لا نزلتني محمد طارق. طب انا استفدت ايه بمحمد طارق؟ اهو الجون الاول بسببه. انا استفدت ايه؟ قول لي انا استفدت ايه بتبديله محمد طارق؟ غير ان هو كل كره بيقع على وشه، اي لاعب بيزحفه النجيله، والجون بسببه، وكام كره علينا بسببه. يبقى انا استفدت ايه بتبديله محمد طارق؟ لما لقيت الدنيا ده جاي على امه ما خرجتوش ليه ونزلت حد تاني؟ اقنعني. انت تبديلاتك كلها عك في عك، تبديلاتك عك في عك. انت النهارده اول اختبار حقيقي مع فرقه قويه بجمهور. اول مره اختبار حقيقي لمعتمد جمال بفرقه قويه بجمهور. فهمني، يمكن انا ما بفهمش. انا ولا عايز اتكلم فني ولا عايز اتكلم اي زفت. اللي معتمد جمال عمله النهارده ده كارثه، هو سبب الخساره. الماتش كان في ايدك، الماتش كان في ايدك، كنت تقدر تقلب الماتش. اي مدرب بيفهم كرة هيعمل كده. معتمد جمال اخره راجل تاني. هتقول لي ما هو كسب 5 ماتشات ورا بعض واحنا سقفنا له، بس في كل ماتش بنقول عايزين مدير فني اجنبي. يا مجلس اداره الزمالك، احنا النهارده 15/12، لسه 15 يوم، لسه 15 يوم. في ايدك تفك القيد، وفي ايدك تجيب مدير فني اجنبي. في ايدك تفك القيد، وفي ايدك تجيب مدير فني اجنبي. هو انت المركز الكام في الدوري؟ انت العاشر ولا ال12؟ المصري اللي كسبك النهارده بقى التاني. انت معاك 11 بونت، انت الزمالك فوق، انت تبقى فوق مش تحت. يخرب بيوتكم. معتمد جمال ما ينفعش يبقى راجل اول. انت عندك يوم الاربع سجراده في سجراده،
اقسم بالله هتكسبنا باللي انا شفته النهارده ده. انت كاسب سجراده 1-0 على ارضك بجون من زيزو، اللي لو زيزو وقع الفرقه وقعت. لو زيزو وقع الفرقه وقعت. فاقنعني احسن، انا ما بفهمش. انا ما بفهمش ماتش زي النهارده ده ما كسبوش ليه؟ تبديلاتي غلط ليه؟ بدأت غلط ليه؟ احنا قلنا انت بتلعب كل واحد في مركزه، شاطر يا كابتن معتمد. بس انا استفدت ايه؟ انا استفدت ايه؟ انا الجزيره نيله. طب انا مش فاهم يعني. هنعمل ايه؟ هم دول خلاص مجبورين على دماغ ابونا هيكملوا نهايه الموسم. يبقى الحل ايه؟ نفك القيد، وفي يناير نجيب لعيبه. مش عارفين نصرف ومش معانا فلوس، نفك القيد ونجيب مدير فني اجنبي ونرجع لعيبتنا اللي مطلعانا اعاره. هات ماجد هاني وحسام اشرف من بلديه المحله. هات لي اسامه فيصل من البنك الاهلي. عندك لعيبه كتير في الدوري، هاتهم يا باشا، اقطع اعاراتهم حتى لو تدفع فلوس من جيبك. هاتهم وادفع اي فلوس بس رجعهم. طالما انت، لو انت مش هتعرف تشتري صفقات، لو مش هتعرف تشتري صفقات، فانا مش فاهم بجد. انا عايز افهم، انت عبد الغني بيمارس الكرة ليه اصلا؟ والله مش فاهم. عبد الغني ورؤى والسيسي ومحمد طارق ونضاي واوباما. انا بنتقد اوباما والجزيري. انا اوباما شايفه ما بيعملش حاجه بجد. انا اوباما شايفه ما بيعملش حاجه. انا محمد ابراهيم او عبد الله السعيد افيد لي من اوباما في الملعب. يا فرحتي اوباما بيحب الجمهور يعمل كده. انا عايز لاعب كوره، عايز لاعب يحركني، عايز لاعب يفتح لي الملعب مش يفتح دماغي. فوقهم فوقهم فوقهم، احنا تعبنا. ده قرصة ودن المجلس الاداره. خسرت النهارده قرصة ودن المجلس الاداره. احنا كل ماتش في الخمس ماتشات بنسقف لمعتمد وبننده له يا معتمد تعالى. يا معتمد ايه؟ يا معتمد ايه؟ ماتش النهارده ده كارثه لاي مدير فني. اقسم بالله انت المجموعه اللي فيها في الكونفدراليه اي فرقه في الدرجه الثانيه اعلى منها وانضف منها. انت مش معاك حد. انت لعبت 3 ماتشات على ارضك. مفيش فرقه في اي دوري مجموعات في العالم بيلعب اول 3 ماتشات على ارضه. هات لي فرقه بتلعب اول 3 ماتشات في بطوله افريقيه او بطوله قاريه على ارضها. انت الزمالك عملت كده. اول ماتش بتاعك، تاني ماتش انت اشتريت الماتشين عشان اكاديميه اصلا، تالت ماتش الماتش بتاعك، انت رابع ماتش مسافر سجراده وهتاخد فوق دماغك بالمنظر اللي انا شفته ده بتاع النهارده. تاني ماتش عندك على ارضك، اكيد طبعا هتكسبه، انت هتلعب اكاديميه. اخر ماتش مع ابو سليم في الجزائر، فانت المفروض اصلا انت تكون صعدت. انت محتاج نقطه عشان تصعد. طيب احنا عايزين نصعد اول مجموعه مش تاني مجموعه، يبقى احنا لازم نكسب 3 ماتشات الجايين او ماتشين وتعادل على الاقل. ده بالعكس، احنا المفروض نكسب ال3 ماتشات كمان الجايين عشان يبقى العلامه الكامله، عشان احنا مش معانا حد. احنا الزمالك اسمنا اعلى من اي حد. اسمنا اعلى من اي حد. انت الكونفدراليه كلها، انت لسه بقى ما تعدي دور المجموعات، عندك 3 4 فرق بس هم اللي هينافسوك. مفيش حد. نهضه بركان، الافريقي التونسي، وفريق الجزائري، اتحاد العاصمه، وفيوتشر كده كده هيخرج. فانت مفيش حد هينافسك اصلا في الكونفدراليه. الزمالك فوقهم قبل فوات الاوان. احنا دعمناكم وهندعمكم وهنقف في ظهركم لغايه النهايه، بس فك القيد، مدير فني اجنبي، صفقات. ال3 دول في يناير. المعسكرين اللي انتوا عاملينهم في يناير لازم يكون في مدير فني اجنبي مع صفقات جديده. انتوا عندكم معسكرين، عندكم معسكرين. الزمالك عنده ماتش يوم الخميس، وبعد كده عنده ماتش يوم 3/1 مع سيراميكا في الدوري. طيب انا ماتش سجراده انا هلعبه بمعتمد ايا كانت النتيجه ايه، واجيب مدير فني اجنبي يتفرج على ماتش سجراده هنا في مصر، يسافر معاهم يولع باي جاز، وبعد مباراه سجراده
المدير الفني ده اجنبي يمسك، وتبقى مباراه سيراميكا اول مباراه له، احسن انت بعد مباراه سجراده هتقعد 20 يوم ما تلعبش، او كام انت هتلعب يوم 20 مع سجراده، وعندك تاني ماتش يوم 3، يعني بعدها ب 12 13 يوم. يعني قول مدير فني هيدربك 10 ايام، كويس مش وحش. هنقول معتمد مساعد له، اوكي برافو، حافظ الفرقه. لكن من بعد مباراه السيراميكا انت الدوري عندك موقوف شهر، والشهر ده انت بتلعب فيه 5 6 7 ماتشات وديين مع فرقه قويه. نافس، اخسرهم بس العب صح، العب بتشكيل حلو، ارجع بنتيجه كويسه، ارجع انك كسبت لعيبه كويسه، ارجع انك جبت صفقات كويسه، ارجع انك جبت مدير فني عبقري وهيقدر يدير لك الفرقه بعد كده. ارجع بقى اكسب الدوري، اكسب افريقيا، اكسب اللي انت عايزه. لكن دلوقتي في شنك، في شنك. معتمد جمال لا يصلح ان يكون الرجل الاول في الزمالك. احمد مجدي لا يصلح انه يقعد دكه على نادي الزمالك. عبد المنصف لا يصلح انه يلم كور من ورا الجون بتاع نادي الزمالك، مش يبقى مدرب حراس. عبد المنصف لا يصلح انه يلم كور، مش يبقى مدرب حراس. والكابتن واحد سنه ما اعرفش هو بيعمل ايه، هو شغل اداري وخلاص. فهي كده خلصت، احنا النهارده خسرنا. مبروك للنادي المصري رجاله، قدرتوا تكسبوا الزمالك وقدام جمهوركم ولعبتوا بشرف، واحنا ضيعنا من ايدينا مكسب سهل عشان عندنا مدير فني عمل لخبطيطه، وعندنا لعيبه برضه لا تصلح للعب نادي الزمالك. انت النهارده عندك 7 8 لعيبه لابسين التيشيرت لا يستحقوا ان يرتدوا تيشيرت نادي الزمالك او يعدوا من جنب سور النادي. بس الى اللقاء.